ماشي. لا لا حلو، لا فعلا حلو. السلام عليكم. الفيديو ده هيزعل مني ناس كتير وهيفتح عيون ناس كتير على ما علينا. تخيل ان في ناس لحد دلوقتي بتجوز ابنهم غصب عنه. قال ايه؟ عشان يعقل، وبدل ما يعقل يتهبل، وتبقى الضحيه يا عيني بنت الناس اللي مالهاش ذنب، وتنتهي القصه بجنازه مش بفرح. ليه العروسه هي اللي بتدفع ثمن عدم ربايه الاهل لابنهم؟ المجتمع المصري عنده قناعه غريبه جدا ان الواد البايظ اللي محير اهله معاه علاجه انه يتجوز، كأن جواز الولد هو اخر مرحله في تربيته. يروحوا مجوزينه بنت زي القمر غلبانه وملهاش ذنب، والمفروض بقى ان الزوجه العسل دي تبقى زوجه نغشه وام بديله ومستشاره نفسيه. فبيتحول الجواز من عمار لدمار. الواد اللي مش جاهز للجواز هيفضل نفس الشخص، بس بقى جواه غضب وكبت اكبر وحريه اقل. هيطلع ده على مين؟ على الغلبانه يا عين امها اللي دخلت حياته وهي فاكره انها هتطل باللون الابيض. باللوبيا طل. ولا شاب اهله مصرين يجوزوه واحده هو مش عايزها وعمال يقول لهم مش بحبها، يصرخ ويقول مش بحبها، يردوا عليه ويقولوا له الحب بيجي بعد الجواز. طب اهو الحب ما جاش، جه بداله صوت عالي وظلم وضرب وعذاب ينتهي في الاخر بطلاق. والتاني مقضي حياته كلها سلف وديون وعمال يصرف على الفاضي وعلى المليان. ده الجواز مش هيخليه يعرف قيمه القرش، بالعكس ده ممكن يصرف فلوسه من غير حساب ويزود مصاريفه ويستلف ويوقع نفسه في ديون ملهاش اخر، ويبقى بيته ومراته اخر جهه بيصرف فيها. ولا الجان ابو عيون زيغه اللي مجنن البنات ومدوبهم. انت فكرك ان الجواز هيعقله وهيخليه يركز مع واحده بس؟ ده هيفضل دايما يهرب من ضغط الحياه الزوجيه بالخيانه. شعاره في الحياه امراه واحده لا تكفي. طب جوزتوه ليه؟ حرام عليكم. الراجل اللي بيتجوز ومش قد الجواز ومش مقتنع بيه بيحصل له رفض نفسي داخلي، فقدان سيطره، ميل للتمرد والانسحاب، غضب غير مبرر، واهم حاجه بيحس ان حريته اتسلبت منه، وده بيقع فوق دماغ مراته في النهايه. اكبر ضحيه يا عيني في الحدوته ديت هي البنت، لانها بتدخل الجواز وهي في ذهنها قصه حب وفستان ابيض وفرح وبيت واستقرار، وهوب تلاقي الصعب. جوزها مش قابلها، مش قابل البيت، مش قابل حياته معاها، وكل شويه هربان من عالم الجواز بالتزاماته لعالم العزوبيه بصياعته. والغلبانه بتحاول في الاول تستحمل استهتاره، وبعد كده بتحاول تضغط عليه عشان يبقى مسؤول، وبعدين تغضب وترفض سلوكياته دي، وغصب عنها هتحول حياته لجحيم. ما هي الحياه اخد وعطا وهي ما بتاخدش، بتدي بس. وهنا بقى يجي المعلم يتحجج، مش طايق حياتي معاها، كان اني ده انت البعيد ما عندكش دم. ويا ريتها بقى تصفصف على كده وبس، لا ده بيشتغل بقى في الضرب والاهانه وقله الادب، وفي حالات كتير وصلت للقتل في الاخر. حصلت كتير ولسه بتحصل. ده احنا لسه سامعين عن اللي في الشرقيه قتل مراته بعد 4 شهور جواز بسبب خلافات بدات من اول اسبوع. واللي يضايقك بقى ان الاهالي قالوا ان هو اصلا ما كانش عايز يتجوز. اللي عايز يتجوز وهو قد الجواز جوزوه، واللي مش عايز سيبوه في حاله وارحموا بنات الناس. ما هو الجواز مش اصلاحيه ولا مصحه، عمر الجواز ما كان حل ولا علاج نفسي الا للي عايزه. الراجل لازم يتجوز وهو راجل، مش عيل فاكرين الجواز هيكبره ولا صايع الجواز هيعقله. ما هو مش معقول يعني اللي هيبقى مجنن ابوه وامه مراته هي اللي هتربيه. ما تنسوش ان اللي هيتجوزها دي هتبقى زوجه وام، مش شماعه هنعلق عليها مصايب. لو ابنك ما يعرفش يتحمل مسؤوليه نفسه بلاش ترمي عليه مسؤوليه بنت الناس. علمه الرجوله وقيمه القرش، دربه على الجواز من بدري عشان لما يتجوز يعرف يحافظ على مراته وبيته من غير ما يحس بمشقه وتعب. دربه صح، وبعد ما تدربه اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تتابعني على فيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب. دور هناك على مصطفى ابو علي هتلاقيني قاعد مستني. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام.